اواخر نوفمبر اللي فات 2023. كنت واقفه على البحر بالليل عن شارع الاقبال، وفجاه كشاف نور ضرب في وشي، وفجاه الدنيا بقت ضلمه. حادث سيء في لحظه. عرفت بعدها ان انا قعدت تقريبا من ساعه لساعه ونص في الشارع فاقده الوعي، معرفش ايه اللي حصل في الدنيا في الوقت ده. بس فقت على سرينه الاسعاف ودوشه حواليا اللي بيقول حاسبوا وانتوا بتشيلوها، خلي بالكوا لحسن تكون مكسوره، طب حد يفتح التليفون. وانا مفيش في بالي غير حاجه واحده، ولادي هما فين؟ ورحت مزعقه هما الولاد فين؟ حمزه وسليم فين؟ واحده ردت عليا قالت لي انتي كنتي لوحدك. ازاي انا لوحدي؟ هما معايا في كل حته وفي كل لحظه، احنا ما بنفرقش بعض غير الكام ساعه بتوع المدرسه الصبح. فضلت ادور عليهم والولاد فين ومش شايفه حد، وصوت السرينه شغال لحد ما صوت جوايا قال لي عند ماما. ساعتها اغمى عليا تاني، ما استنيتش كاني كده عشان اطمن عليهم وامشي. فقت بعدها كتير في المستشفى. نتيجه الحادثه دي ان انا قعدت تقريبا شهرين ممنوع من الحركه في السرير. وبعد اول كام يوم وهم بيغيروا لي على الجروح والشياش والخياطات، لقيت حمزه ابني 8 سنين جه وقعد جنبي على السرير وطبطب على رجلي وقال لي ماما انتي مش بتقولي ان احنا كلنا بنقع وبنتعور وبنقوم، مفيش هتخف. حمزه هو ايه الكلام الكبير ده؟ هو انت كنت بتسمع الكلام اللي انا بقوله؟ بس ساعات كتير كنت بقعد افكر ايمان هم فاهمين انت بتعملي ايه ولا بتقولي ايه؟ الزرعه دي هتطرح امتى ولا هتطرح ايه؟ محتاجه سقايه ولا عطشانه ولا انت بتعملي اللي عليكي ولا ايه الحكايه؟ بس ساعتها حسيت ان يمكن الزرعه بدات تطرح. بعديها ب3 اسابيع كانت اول مره ليا بتحرك واطلع من البيت عشان اروح المستشفى، وطالعه بالعافيه لحد ما وصلت للسلم في نص ساعه. فوقف على السلم وانا ببصله، هو انا هنزل ازاي؟ انا ما بقدرش امشي. فنزلت رجلي وبعديها بحبه مستنيه الوجع يروح. فضلت واقفه الدرجه اللي بعدها رجل تانيه الوجع، ولقيت حمزه جه بسرعه جري ووقف جنبي وايدي اتلفت حوالين ظهري من ورا والتانيه بياخد ايدي ويحطها على كتفي. ماما اسندي عليا. بس انا خايفه لحسن تقع يا حمزه. خافيش I'm strong. ماشي. بقى يبطأ خطوته وينزل على الدرجة ويقف ويستناني لحد ما انزل. رجلي التانية تاتا تاتا. واحنا نازلين في طريقنا اللي قعد كتير، فجأة لقيت حاجة صغيرة كده بتجري بسرعة وبتاخد زوايا وتسلف تاني. ايه ده؟ سليم؟ سليم هتقع. الكبير لمح على الناس في أول العمارة تحت في آخر دور، ناس عايزين يطلعوا على السلم. فراح راجع بسرعه واقف قدامها قال لهم كده محدش يطلع. هما مش فاهمين في ايه لحد ما لقونا انا وحمزه نازلين. فضلوا واقفين. يوميها الاثنين ما سابونيش طول ما انا كنت هناك، كل خطوه واقفين جنبي. فضلوا معايا لحد ما طلعنا ورجعنا السلم، وحمزه لسه ساندني تاتا تاتا درجه درجه. ساعتها انا شفته وهو عنده 1.5 سنة، وانا بطلعه بنفس الطريقه. حمزه طلع اول رجل، يلا نطلع التانية ونقف على السلم نستريح، يلا شطور هنطلع الدرجة اللي بعدها. هو انا بصراحة معرفتش هما كبروا بسرعة كده ازاي. اكمني على طول بشوفهم لحظة ما اتولدوا وهم بلفة المستشفى بعملهم وشهم احمر ومنفوخ ومكبايش من المية، صوابعهم صغيرة قوي، واول لمسة خد دافية جت على خدي بقى رجليهم الصغيرة دي فجأة كبرت وداست على الارض وبقت تسندني. عدت الايام وفجأة لقوا نفسهم مسؤولين عن نفسهم وعني. ماما عملتلك ساندوتش. ماما انتي عارفة انا براود منك. ليه يا سمسم؟ عشان انتي عملتي بيك اكسيدنت ولسه واقفة. انا بحبك رغم ان انتي ما بتعرفيش تمشي. مش يا سمسم. ماما انتي تعبانة؟ لو تعبانة استريحي، مش مهم دلوقتي. ماما ما تزعقيش عشان انتي لما بتزعقي بتتعبي. اصل انا لما بتخانق معاهم صوتي بيعلى قوي، بيجيب اخر الشارع والشوارع اللي وراها وببقى اتكلم وبتقلب رصيده وبجيبهم من قدامهم هما الاثنين. ويا سلام بقى لما بيتفقوا مع بعض ويعملوا خطه عشان ينفذ لهم اللي عايزينه.
قوي مع بعض لحد من شهر فات. كنا قاعدين احنا واصحابنا، خرجنا رحنا ويفل استجابي على البحر، ترابيزه طويله عليها فوق ال 20 نفر، كلنا قاعدين نتكلم ونضحك ونهزر. فجأة لمحت حمزة راح وقف قعد بعيد على ورجيها. المدة طولت، حمزة بدأ يبعد وراح قعد على ترابيزة بعيدة قوي في الآخر الكافيه وبدأ يعيط. رحت له زعلان من ايه؟ في حد ضايقه. رحنا جبنا اللي بيضايقه يصالح، ما بيصالحش. طب يا حبيبي ما بيقومش، الناس اتلمت. يا حمزة خلاص الناس بتتلم عليها فكها. ومرة واحدة اتفتح في السرير، مش هقف، محدش يقف جنبي، أنا عايزة أبقى لوحدي. ساعتها أنا كنت مكسوفة قوي، أول مرة يحصل الموقف ده. بس افتكرت كلمة سليم وحسيت إن الزرع عطشان محتاجة سقاية. قلت له حمزة أنا فخورة بيك عشان أنت قلت اللي جواك وعبرت عن مشاعرك، حتى لو زعلان، حتى لو قلت إنك غضبان. ولو عايز تقعد لوحدك أنا هقعد جنبك، مش مهم، مش هتكلم، وعد، بس لما تحب تتكلم أنا موجودة. قعدت الدقيقة التانية 5 بقوا 10 لحد ما قام لوحده من مكانه وجه حضني وقال لي بحبك، وخدته لمس خدي زي أول مرة اتولد فيها في المستشفى. استنيت الفرصة استنيت الفرصة تجيني واحكي معاك، احكي واقول لك على اللي في قلبي هواك. يا ده انت الدنيا واحلى ما فيها، طيبة قلبك بتحليها، وانت الفرحة اللي بعيش بيها عمري معاك. يا مال قلبي كتير اتمنى يجري عليه وانا اقول له استنى، بكره مع الايام يتهنى عمري معاك.